نخش في الموضوع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول فيديو جديد من قناة شبرون. أول خبر معانا إن بيقول لك يستروب بيستقر على أحمد نبيل كوكا لتعويض غياب مروان عطية أمام سموحة. قال لك مروان عطية هيجيب لحصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم، فوفقا للوائح بيغيب مباراة واحدة للإيقاف بسبب الحصول على 3 إنذارات. وقال لك هيعتمد يستروب على إليو ديانج ومعاه أحمد نبيل كوكا في خط النص. وقال لك المباراة بتاعت الأهلي وسموحة هتتلعب يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2026 الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز. وقال لك برضو إن الأهلي بيحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، أما سموحة فيحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 17 مباراة. كل توفيق للنادي الأهلي إن شاء الله يكسب. واحد كتب تعليق عشان اللي هو هيلاعب أحمد نبيل كوكا يعني اسمه علي حمام. قال لك انت مدرب فاهم وعارف انت بتعمل ايه، بس انت هتغلطنا. جايب 12 اعجاب. وواحد ردد عليه اسمه علي محمد قال له مدرب على الله حكايته. بس بصراحه انا مش شايف اللي هو مدرب جامد جدا يعني. لا يعني بيقول لك اساسا اللي احمد نبيل كوكا في الباك الشمال احسن من بن عمرو. انت عايز بعد كده ايه؟ احنا نتجنن ورب الكعبه. الخبر اللي بعد كده معانا النادي الاهلي عايز كباقه. ماشي، احمد خالد كباقه هيعود للنادي الاهلي مره تانية المعار الى زد بعد تألقه رفقة فريقه وأدائه المميز والمستوى اللافت الذي قدمه مؤخرا. ماشي، وهو عايز يرجع أحمد خالد كباقة عشان هو بيلعب في خط النص تعويضا للمالي إليو ديانج. وبرضه النادي الأهلي يعني المصري البورسعيدي عايز يشتري عمر الساعي، بس قال لك اهو يعني محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة فكر التفريط في خدمات عمر الساعي رغم ضغوطات المصري البورسعيدي لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي. وبيقول لك برضو ان المدرب يستروب بدأ يفكر تاني في اللاعب محمد شريف بعد تراجع مستوى كمويش وعثمان اوتاكا. حتى بيقول لك اهو لما نقرا الخبر يعني وبعد تراجع مستوى مروان عثمان اوتاكا والبرتغالي كمويش في الفترة الماضية ليجبر المدير الفني على فكرة عودة محمد شريف للدخول في حساباته الفنية من جديد في ظل ضغوطات جهاز الكرة لحل المشكلة الهجومية. ماشي، لما نقرا كده الخبر بتاع احمد يعني كباقة يعني اللي هو يرجع النادي الاهلي، فواحد اسمه شادي ملك قال لك يا رب يرجع، وواحد اسمه ياسين حسين قال لك كباقة ولا كاكا، فجايب 3 اعجابات واربعه مش اعجابات وجايب تعليق. فواحده اسمها دعاء غريب قالت له يا بيض كباقة ولا كاكا قالت له يا بيض ناقصه بيض يا ابني. الخبر بعد كده معانا بقول لك كان عن محمود حسن تريزيجيه عمل قال لك عمل اشاعه جديده جاءت نتيجتها مطمئنه للغايه لتثبت انه في تحسن مستمر. ماشي، وصعب اللي هو يشارك مباراه سموحه، ممكن يشارك بعد مباراه سموحه يعني. ماشي، اما عن اما بيقول لك برضو ان يستروب بيفكر بالدفع باحمد رمضان بيكهام في قلب الدفاع كبديل لياسر ابراهيم الذي تعرض للايقاف ليغيب عن لقاء سموحه. ماشي، عشان اخد انذارات برضو ياسر ابراهيم يعني. طبعا انا يعني مش يعني بلاش بيكهام يا جماعه. انت طبعا احنا عرفنا ان عمرو الجزار مصاب، لكن انت برضو عندك اللاعب اللي هو هادي رياض، ما تدفع بهادي رياض. بيكهام مش حلو. متخيل انت بيكهام مع ياسين مرعي؟ ده هتبقى العمليه مليطه خالص، وانت بتلعب كمان سموحه. ربنا يستر. قال لك برضو المدرب يستروب بيفكر بالدفع بطاهر محمد طاهر الذي انتهى ايقافه وغاب عن مباراه الجونه ليبدا اللاعب التشكيل بشكل اساسي في المباراه المقبله كجناح مع المغربي اشرف بن شرقي.
خبر بعد كده معانا الاهلي يقرر التحرك لتجديد عقود ثلاثي الفريق اللي هم طاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير. قال لك وياتي تحرك الاهلي مبكرا للاحتفاظ بخدمات ثلاثي الفريق حيث تنتهي عقودهم في يونيو 2027 ان يتبقى حوالي موسم ونصف على انتهاء العقود يعني. ماشي. وقال لك ويعد الثلاثي ضمن العناصر الاساسيه التي يعتمد عليها يستروب الدنماركي يستروب ويعني انا شايف بصراحه يعني ماشي مصطفى شوبير ماشي محمد هادي ماشي، لكن طاهر محمد طاهر ماتش حلو و10 لا يا جماعه والله زيه زي حسين الشحات، عايزين لعيبه مستمره في المستوى، مش ماتش حلو وبعدين لاقيه واقع 10 ماتشات. فاهم انت كده ما استفدناش حاجه يعني. وبعدين طاهر محمد طاهر هيجلطنا ماشي. في لعيبه المفروض تمشي يعني حسين الشحات يمشي، ما هو بيلعب ماتش و10 لا يا جماعه. انت عاجبك حسين الشحات من بعد ماتش الزمالك ما شفناهوش يا جماعه ماشي، من بعد الاصابه اللي بعد ماتش الزمالك لما دخل عليه اللعيب وبعد كده ما جاش يا جماعه ماشي. طاهر محمد طاهر برده ماتش حلو 10 لا ماشي. احمد نبيل كوكا ايه اللي يلعب؟ طاهر محمد طاهر ايه اللي يلعب؟ في وبيكهام بين ده بيكهام ده يا جماعه. يا جماعه غيروا يا جماعه غيروا، الله يهديكم الله يهديكم. برضو معانا خبر تاني اهو، برضو محاولة أخيرة بيكشف خطة الأهلي لتجديد عقد أحمد نبيل كوكا والشحات حسين الشحات. يا جماعة مشي ده ومشي ده يا جماعة. يا جماعة عايزين لعيبة جديدة يا جماعة تأدي في الملعب يا جماعة ماشي. هو طبعا بنسبة كبيرة تلاقي أحمد نبيل كوكا، بس هو برضو لسه متردد عايز الاحتراف. يا عم سيبوه يحترف يا عم الحاج ماشي. وقال لك بيمتلك عروضا خارجية ولديه رغبة في الاحتراف الخارجي ماشي. ف وحسين الشحات اهو بيحاولوا معاه عشان يعني برضو يجدد مع النادي الاهلي. قال لك ان الاهلي يسعى لعمل محاولة اخيرة مع احمد نبيل كوكا وحسين الشحات في فترة التوقف المقبلة بشهر مارس ماشي. و قال لك كما أشار المصدر إلى أن المحاولة مع أحمد نبيل كوكا ربما أقرب لعدم النجاح، خاصة وأن اللاعب يمتلك عروضا خارجية ولديه رغبة في الاحتراف الخارجي ماشي. وبيقول لك اللي هو التقى أحمد يعني جاله يعني في الفترات السابقة يعني عرضا من البرتغال، لكن الأمور التفاوضية لم تصل إلى مرحلة الاتفاق. فيا جماعة سواء طاهر محمد طاهر حسين الشحات أحمد نبيل كوكا بيكهام الناس دي كلها بالسلامه بقى يا جماعه بقى بالسلامه بقى عايزين لعيبه بقى جديده بقى. الخبر بعد كده معانا الاهلي يعلن توفير حافلات مجانيه لنقل الجماهير الى الاسكندريه في مباراه سموحه. قال لك يعني كشف الاهلي في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي عن بدايه تجمع الجماهير في 1 عصرا امام بوابات النادي في الشيخ زايد، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات في 4 مساء ماشي. والأهلي بيسعى للفوز على سموحة ماشي. ويعني بيقول لك يعني المباراة هتبقى الساعة يوم الاثنين 23 فبراير الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر. طبعا يا جماعة المباراة مذاعة بقناة أون سبورت ماشي. قنوات أون سبورت ما أعتقد تبقى أون سبورت 1، وتبقى مذاعة برضو على موقع او ابلكيشن كوره بلس. وممكن تشوفه برضو على جوجل، اكتب على جوجل يلا شوط هتجيلك المباراه مذاعه على موقع يلا شوط. بس بصراحه ابلكيشن او يعني موقع كوره بلس احسن من يلا شوط، مش يجيلك اعلانات كتير وكده يعني ماشي. اما معانا برضو خبر تاني، قال لك 6 غرز في الوجه، طبيب الاهلي يكشف طبيعه اصابه مروان عثمان اوتاكا قبل مباراه سموحه. قال لك كشف احمد جاب الله طبيب النادي الاهلي طبيعه الاصابه التي تعرض لها مروان عثمان اوتاكا مهاجم الفريق في مباراه الجونه الاخيره، والتي انتهت بفوز المارد الاحمر بهدف نظيف احرزه امام عاشور في الدقيقه كانت 35 صح. وقال طبيب الاهلي في تصريحات عبر موقع النادي ان مروان عثمان تعرض لجرح قطعي في الوجه خلال مباراه الجونه، استلزم اجراء 6 غرز للاعب ماشي. وقال لك وشارك مروان عثمان في مران الفريق الجماعي الذي أقيم بالساعات الأخيرة على ملعب التتش بعد الاطمئنان على حالته وخضوعه لفحص طبي قبل المران ماشي. ده كان آخر خبر معانا.
كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله يكسب. هحاول برضو يعني اهو اجيب لك التشكيله المتوقعه للنادي الاهلي امام نادي سموحه. هيبقى في حراسه المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع بيتكون من الرباعي، هيبقى محمد هاني، وبكلام كده هيبقى بيكهام في الدفاع، وياسين مرعي وبالعمري. ده في خط الدفاع. خط الوسط هيبقى مثلا عندك هو هيعتمد على احمد نبيل كوكا، وهيبقى معاه محمد علي بن رمضان واولي ديانج، وده في خط الوسط. اما خط الهجوم ف هو بكلامه هيبتدي باسمه ايه ده، بطاهر محمد طاهر، وممكن يبتدي بمحمد شريف واشرف بن شرقي. ماشي ماشي. وممكن تلاقي امام عاشور مكان محمد علي بن رمضان، وممكن تلاقي في خط الهجوم امام عاشور ومحمد شريف واشرف بن شرقي. ماشي. وممكن تلاقي حسين الشحات، ممكن تلاقي كريم فؤاد. فعندك كذا بديل تعمله في مباراة سموحة. ماشي. كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله يكسب. ولو انتم من عشاق النادي الاهلي زي الشريف الكرام، كان معكم انا اسمي محمد كرم شبرون من قناة شبرون، وده كل في الموضوع، والسلام.